ازيكم يا جماعه؟ فيديو جديد. في الفيديو ده هقول لكم ازاي تعملوا الفريسكا بوبس. الفريسكا بوبس دي عباره عن بسكوت ويفر شوكولاته فريسكا. شركه ديتا لسه عاملاه بقالها فتره. بسكوت حلو جدا. وفي طعمه قريب جدا من الكيت كات، مع اختلاف فرق السعر. البسكوت ده الواحد منه بجنيه، فطبعا فرق السعر بتاعه هيفرق في تكلفه الحاجه اللي هتعملوها. هنحتاج دقيق 200 جرام، تقريبا كوبايه كبيره كامله. هنحتاج تلت كوباية مية كبيرة سخنة، تقريبا 100 جرام. هنحتاج فنجانين سكر قرفة. فنجانين سكر قرفة دول النسبة بتاعتهم بتبقى كالآتي: معلقتين سكر لمعلقة خميرة، يعني معلقة قرفة، معلقتين سكر لمعلقة قرفة. يعني مثلا هتحط 4 معالق سكر، هتحط قصادهم معلقتين قرفة. بعد كده هنحتاج نص فنجان زيت ذرة، نص فنجان زيت ذرة. هنحتاج حبة دقيق خفاف عشان بس نرشهم على الحاجة اللي هنفرد عليها العجين. زي ما وريتكم في الفيديو اللي قبل ده، صوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه حطيناه في القلم اللي انا كلمتكم عنه، السيليكون، عشان ترسموا او تزخرفوا بيه او تزينوا بيه الحلويات اللي هتعملوا. هنحتاج حاجة نعجن فيها. هنحتاج النشابة او الحاجة اللي هنفرد بيها العجين. نحتاج الفرشة السيليكون عشان نقلب بيها الخليط بتاعنا اللي هو هيكون ميه وزيت وخميره. هنحتاج طبعا الخميره، دي حاجه اساسيه. نحتاج باكيتين خميره، كل باكيت حوالي 10 جرام، يعني تقريبا 20 جرام خميره فوريه. انا جبت عن نفسي نوع فارجيلو، انتوا مش مشكله هاتوا اي نوع، بس المهم يكون نوع كويس. زي ما انتوا شايفين هي دي المكونات بتاعتنا اللي احنا هنحتاجها، وتابعوا معايا الخطوات اللي جايه. ودلوقتي هنبتدي ان احنا نخلط الحاجات. اول حاجه هنحط الميه السخنه اللي هي 100 جرام، تلت كوبايه. بعد كده نبتدي ان احنا نحط الخميره الفوريه بتاعتنا، نحط الباكيتين. ده اول باكيت. طبعا انتوا لو هتجيبوا خميره سايبه يعني بلاش، يفضل الخميره تكون مغلفه وتكون جايه من مكان موثوق منه. 20 جرام 2 باكيت، مش هتفرق يعني. هو لو جبتوا باكيت 12 جرام مش هتفرق يعني. المهم ان هما يكونوا 2 باكيت في حدود من 10 ل 12 جرام الباكيت الواحد. خلاص كده حطينا الخميره، نبتدي ان احنا نقلب الخليط. زي ما قلت لكم فرشه سيليكون عشان ما يجرحش الوعاء اللي انتوا بتقلبوا فيه، وفي نفس الوقت يكون سهل وسلس معاكم وانتوا بتقلبوا. قلب تقريبا كده لمدة دقيقتين بس. خلاص كده الخميرة تقريبا دابت. هنحتاج ان احنا نحط الزيت، 10 جرام زيت، نص فنجان، ونبتدي ان احنا نقلب. من نص دقيقة لدقيقة يعني، على حسب ما انتوا حركة ايديكوا وسرعة ايديكوا وانتوا بتقلبوا. المهم ان الاتنين يختلطوا كويس ببعض. بالنسبة يا جماعة للموسيقى اللي في خلفية كل فيديو ده عشان ما تملوش، يعني دي حاجة ليكوا وهي ما فيهاش كلام، بتبقى موسيقى بس. وانا برحب جدا بكل اقتراحاتكم. لو حابين تضيفوا حاجة او حابين ان انا اعمل حاجة اكتبوها لي، وانا ان شاء الله هحاول اعملها لكم في اقرب وقت. كده الخليط ده خلص. اخر حاجة هنحتاجها، خلاص احنا مش هنحتاج الفرشة السيليكون دي اللي بعدين هنبقى نغسلها ونستخدمها بقى. دلوقتي هنبتدي ان احنا نحط الدقيق بتاعنا. حطينا الكمية كلها ال 200 جرام.
نبتدي ان احنا نعجن بايدينا. طبعا تتاكد ان ايديك نظيفه جدا ومغسوله كويس جدا، عشان انت هتحطها في حاجه هتاكلها، فايدي مغسوله كويس قوي ومطهرها كويس جدا. نبتدي ان احنا نعجن العجينه بتاعتنا. طبعا انتوا هتفضلوا تعجنوا لغايه ما تبقى عجينه قدامكم سلسه والملمس بتاعها يكون كويس. طبعا انتوا لو عندكم ميكسر في البيت، انا الكلام ده عشان ما عنديش ميكسر او ما عنديش عجان. لو عندكم عجان في البيت او ميكسر تقدروا ان انتوا تظبطوه على السرعه الاولى لمده من 5 ل 7 دقايق على حسب المؤقت بتاع الميكسر بتاعكم. المهم ان هو ايه، يعجن. بصوا التماسك بتاعها عامل ازاي. برضه هنقعد نعجن فيها تاني عشان محتاجه شويه كمان، زي ما قلت لكم من 5 ل 7 دقايق. زي ما انتم شايفين بعد 5 دقايق عجين العجنه بقت بالمنظر ده. نبتدي ان احنا نلفها بالشكل ده اهو، كأنكم بتكوروها تبقى كورة صغيرة ليه؟ عشان لما نفردها تكون الاطراف بتاعتها كلها متساوية، ما يكونش فيها حاجة منتفة او حاجة وحشة بالشكل ده. طبعا هي سهلة، بس يعني على بال ما تعملوها من اول مرة تكون صعبة عليكم شوية مع التعود. جميل بالشكل ده. طبعا خلاص خليتوها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هقول لكم في الخطوه اللي جايه هتعملوا ايه. الخطوه دي هتحتاجوا ان انتوا تجيبوا حاجه تفردوا عليها العجين. فممكن ما يكونش عندك مثلا بلاطه رخام ان انت تفرد عليها العجين، ودي بتكون احسن حاجه طبعا للناس اللي بتفرد عجين. فممكن نجيب صينيه تكون نظيفه جدا، نستخدم ظهرها عشان ظهرها مش هيكون ليه اجزاء او حواف ان احنا مش هنقدر نستخدم فيها الفرادة. نبتدي ان احنا نحط فيها العجين. طبعا زي ما انتم فاكرين انا كنت عاين حبة دقيق على جنب عشان احطهم في الحاجة اللي انا هفرد عليها الايه العجين بتاعي. تفردوها كده على كل الاجزاء بتاعتها، ده هيسهل معاكم طبعا موضوع الفرد. وما تنسوش اهم حاجة، ما تنسوش اهم حاجه الفراده بتاعتكم او النشابه لازم يكون عليها كلها دي عشان العجين ما يلزقش عليها. دي حاجه مهمه جدا لازم تكونوا فاكرينها. تاكدوا ان ايديكم نظيفه. خلاص زي ما انتم شايفين النشابه بقى عليها كلها دي. حلو. نبتدي ان احنا نحط العجينه بتاعتنا بالشكل ده. جميل. نعملها بالشكل ده. نبتدي ان احنا نفردها. طبعا الموضوع برضو هيكون صعب عليكم زي ما انتم شايفين. ابتدي ان انا افردها كده اهو. طبعا محتاج ان انا الفها بالشكل ده، احط حبه دي تحتها عشان ان انا اوسعها شويه. طبعا لازم نفضها من الدقيق اللي عليها. انا بحاول اعملها مستطيلة. ليه مستطيلة؟ عشان هي تخدمني اكتر وهي مستطيلة.
بس هو المقاس ده مناسب جدا زي ما انتم شايفين، حلو جدا، وهيساع التلاتة بسكوت ويفر، وممكن يساع كمان 4 منه. هتسيبوها انها تحاولوا تغطوها باي حاجه عشان ما يجيش عليها دبان او حاجه، وتسيبوها تتغطى لمده نص ساعه عشان تتخمر. العجينه خلاص خمرت. هنحتاج نجيب فنجان زيت جميل، نفس الزيت اللي احنا استخدمناه، زيت الذرة، ونجيب صينيه نظيفه نحط عليها الزيت، نحط بس ايه حوالي كده نص الفنجان بس. جميل زي ما انتم شايفين، واحاول ان انا اخلي الزيت يغطيه كله. ليه بقى؟ عشان لما احط عليه الفريسكا بوبس بتاعتي ما تلزقش في الصينيه وهي في الفرن. خلاص هنحتاج الزيت ده تاني. نبتدي ان احنا نطلع البسكوت الويفر بتاعنا اهو، نحط واحده هنا، تاني هنا، نخليهم متباعدين عن بعض عشان نقدر نتحكم فيه زي ما انتم شايفين. نبتدي ان احنا نسحب العجينة عليهم بالمنظر ده. زي ما انتم شايفين انا بحاول ان انا اغطيه. حلو. طبعا لازم تتأكدوا ان ايديكم نظيفة ومتعقمة عشان الحاجة اللي انتوا هتعملوها للأكل. حاولوا ان انتوا تضغطوا على العجينة عشان تمسك في بعضها من تحت زي ما انا عم بعمل كده. ليه تمسك في بعضها؟ عشان تبقى حتة واحدة، عشان احنا دلوقتي هنقطعها. نجهز سكينة جنبنا عشان نقطع. لازم تكون ماسكة كويس جدا على البسكوت. ليه؟ البسكوت لما هيدخل الفرن في العجينة دي، الشوكولاتة اللي فيها لما هتسيح هتدي نكهة وتيست للعجين نفسه، وهيبقى طعمه حلو جدا. عايزكم تطولوا بالكم معايا شوية عشان الموضوع ده انا بعمله بشويش خالص عشان كلكم تاخدوا بالكم وايه وتعملوه صح. طبعا انا عارف ان في ناس كتير هتقول تعليقات لطيفة وشوف ازاي وبيعمل ازاي ومين عنده طولة بال يعمل الكلام ده. لا، هو بص، لو انت عايز تاكل حاجة حلوة هتقعد وهتعملها، بس انت ايه اعملها صح. جميل. خلاص نبتدي ان احنا نقصهم، نيجي جنبهم مش على الزاوية بتاعتها بالظبط، بعيد عنها شوية عشان ندي مساحة للعجين. جميل. انا يعني ما بشدش بالسكينة وانا بس بضغط كده والعجين بيتقطع معايا. زي ما انتوا شايفين تبقى بالمنظر ده. طبعا لو حاجة مفتحة زي كده حاول ان انا اقفلها، حاجة مفتوحة حاول ان انا اقفلها. ليه بقفلها؟ عشان تبقى حتة واحدة زي ما قلت. اهم حاجة عندي انها تكون مقفلة عشان النكهة تفضل جوه. زي ما انتوا شايفين. خلاص، وممكن اساوي بقى الزيادات دي كلها. خلاص كده عملنا اول صباع. جميل. 3 قدامنا بالشكل ده، هجمعهم كده على بعض. حلو. ابتدي ان انا طبعا الصينية اللي كانت عندنا هنا احطها هنا قدامكم عشان تشوفوها. الصينية اللي انا دهنتها زيت بالشكل ده، ابتدي ان انا احط عليها الفريسكا بوبس بتاعتي. جميل.
فاكرين طبعا نص فنجان الزيت اللي احنا ما استخدمناهوش كله، نحط فيه الفرشه بتاعتنا، نبتدي ان احنا ندهنها من فوق بالزيت. ليه دهنتها بالزيت؟ غير ان هو هيسهل عمليه السوا بتاعتها، هو كمان هيعمل كماده لاصقه عشان السكر القرفه يلزق عليه، ودي حاجه هتكون لذيذه جدا. طبعا انتوا ممكن تستبدلوا موضوع الزيت اللي محطوط على الصينيه من تحت ده بحاجه تانية. ايه هي؟ ان انتوا ممكن تحطوا ورقه زبده. طبعا في الحاله دي مفيش ورقه زبده، نبتدي ان احنا نحط السكر قرفه. طبعا هنحط بايدينا، جميل زي ما هي بالشكل ده. هنبتدي ان احنا نحطها في الفرن بتاعنا، سواء عندك فرن كبير او فرن صغير مش مهم، whatever. انت تحطها في الفرن وتخلي درجة حرارة الفرن على 200 وتسيبها حوالي 10 دقايق بالظبط، وانا هتابع معاكم برضه. ده الفرن اللي عندي، هو فرن الكهرباء، جميل بس لذيذ جدا يعني. درجة حرارة على 200، شغله فوق وتحت ولمدة 10 دقايق. هفتح الفرن وهحطه في النص بالشكل اللي انتوا شايفينه، خلاص. وهقفل عليه الفرن بتاعي و10 دقايق بالظبط، وهنرجع ونشوف ايه اللي حصل. بعد ما ال10 دقايق خلصوا نبتدي ان احنا نطلعها. طبعا اللون الغامق اللي انتوا شايفينه ده اللون بتاع السكر والقرفه، هو لونهم مغمقي كده شويه عشان الاضاءه برضو مش عاليه هنا. هطلعهم في اطباق لو تشوفوا شكلهم عامل هم بالشكل ده. وطبعا كل الغمقان ده من القرفه، جميل. كل ما تقللوا كميه القرفه كل ما كانت افتح معاكم. طبعا عندكم شوكولاته لو حابين تزخرفوا بيها الاكل اللي انتوا عملتوها والحلويات اللي انتوا عملتوها بالشكل ده، زينوا بيها الحلويات بتاعتكم. وبكده دي كانت الفريسكا بوبس، واتمنى انها تكون عجبتكم. ادوقها انا بقى. طعمها حلو جدا، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب فوق، وتتابعوا الصفحه بتاعتي على الفيسبوك، وشكرا جدا لمتابعتكم لصفحتي. مع السلامه، واشوفكم في فيديوهات تانية احلى. فريسكا اندهش.